تخيل في يوم قررت تبدأ صفحة جديدة، صليت بتركيز، حسيت براحة نفسية وقلت خلاص من النهاردة مش هسيب الصلاة أبدا. لكن بعد كام يوم الضغط زاد، الالتزامات كترت عليك والمشاعر الإيمانية بدأت تقل منك تدريجيا، وفجأة تلاقي نفسك بدأت تتأخر عن الصلاة أو حتى تكسل عنها خالص، وتبدأ تقول لنفسك هو أنا ليه مش قادر أثبت على الصلاة؟ ليه كل شوية أتحمس وبعدين أرجع تاني؟ أهلا بأهل القمة، الناس اللي في الطب في العالي. النهاردة هنتكلم عن السر الحقيقي اللي بيخلي الناس تفضل ثابتة على الصلاة وناس تانية تفضل في دايرة التذبذب. هقولك على الأسباب النفسية والعلمية اللي بتخليك تفقد حماسك للصلاة، وهندخل في حلول عملية هتساعدك تبني علاقة قوية بالصلاة وبدون انقطاع. وعلى فكرة في نهاية الفيديو عندي ليك مفاجأة حصرية هتساعدك تثبت على الصلاة وتحولها من عادة تقيلة لعبادة ممتعة. تابع للنهاية عشان تعرف التفاصيل. مستعد؟ ركز معايا ويلا بينا نبدأ. الجزء الأول، ليه بنبدأ نصلي وبعدين نتكاسل؟ أول حاجة لازم نفهم إن المشكلة مش في إرادتك الضعيفة أو إن إيمانك قليل، المشكلة في طريقة تعاملك مع الصلاة من الأساس. التذبذب في الصلاة له 3 أسباب رئيسية، ولو فهمتهم هتقدر تتعامل معاهم بذكاء وتثبت على الصلاة بسهولة. السبب الأول، الاعتماد على المشاعر فقط. في ناس بتبدأ تصلي لأنها حست بروحانيات عالية، سمعت خطبة قوية أو مرت بأزمة خلتها تلجأ لربنا، لكن بعد فترة الحماس ده بيقل والمشاعر دي بتختفي. المشكلة إنهم معتمدين على الشعور اللحظي بدل ما يكون عندهم نظام ثابت للصلاة. الحل، معاملة الصلاة زي أي عادة يومية، مش شرط تحس بنفس المشاعر كل مرة، لكن الأهم إنك تستمر. السبب الثاني، التركيز على الكم بدل الكيف. كتير مننا بيكون هدفه إنه أصلي ال5 فروض وخلاص، لكن المشكلة هنا إن الصلاة بتتحول لواجب روتيني تقيل مش وسيلة للتواصل مع ربنا. الحل، بدل ما نركز على عدد الركعات ركز في تجربة الصلاة نفسها. جرب كده تطول السجود، استشعر كده الآيات، اسأل نفسك بعد الصلاة هل حسيت بقرب حقيقي من ربنا؟ السبب الثالث، غياب الروتين القوي. لو بتعتمد على إنك تصلي لما تفتكر أو لما تكون فاضي فده سبب رئيسي للتذبذب. الحل، اربط الصلاة بروتينك اليومي. زي ما عندك وقت محدد للأكل والشغل لازم يكون للصلاة وقت محدد وثابت. ودلوقتي هنخش على الجزء الأهم، الحلول العملية اللي هتساعدك تبني علاقة قوية بالصلاة وبدون تذبذب. الجزء الثاني، ازاي تثبت على الصلاة بدون انقطاع. دلوقتي هقولك على 5 استراتيجيات قوية هتساعدك تحافظ على صلاتك حتى لو كنت مشغول أو متكاسل أو حتى مش حاسس بروحانيات عالية. 1، استراتيجية الصلاة أسهل مما تتخيل. كتير مننا بيحس إن الصلاة مجهود كبير وإنه محتاج استعداد نفسي، وده بيخليه يأجلها لحد ما يضيع وقتها. الحل، قاعدة ال5 ثواني. أول ما تسمع الأذان عد 5 4 3 2 1 وابدأ مباشرة وبدون تفكير. كل ما قللت وقت التردد كل ما بتزيد فرصتك في الالتزام بالصلاة. 2، استراتيجية المكافآت النفسية. عقلك بيحب المكافآت، ولو ربطت الصلاة بشعور إيجابي هتبدأ تتعلق بيها أكتر. الحل، بعد كل صلاة كافئ نفسك بحاجة بتحبها زي مشروبك المفضل، راحة سريعة أو لحظة استرخاء. لما تربط الصلاة بمكافآت صغيرة عقلك هيتحمس ليها تلقائيا. 3، استراتيجية الصديق الملتزم. الدراسات بتقول إنك لو عندك شخص قريب منك بيصلي بانتظام فرصتك في الالتزام بتزيد بنسبة 85%. الحل، اتفق مع شخص انكم تصلوا مع بعض حتى لو كان اونلاين. مجرد انك تعرف ان في حد هيفكرك الالتزام هيكون اسهل بكتير. دلوقتي عرفت ازاي تتعامل مع التذبذب في الصلاة وازاي تحافظ عليها حتى لو مشغول او مش حاسس بالحماس. لكن في حاجة اخيرة لازم تفهم، السر النفسي العميق اللي يخلي ناس تلتزم وناس لا، وده اللي هنكمل بيه في الجزء الجاي. 4، استراتيجية اربط الصلاة بشيء بتحبه. عقلك بيحب الربط بين العادات، ولو ربطت الصلاة بشيء ممتع أو محبوب عندك هتلاقي نفسك بتصلي بدون ما تحس وبدون أي مقاومة. إزاي تطبقها؟ بعد كل صلاة اسمع انشودتك المفضل، صلي في مكان مريح
حاول تخليه زاوية خاصة للعبادة، ممكن تميزه بالبخور أو الإضاءة الهادية أو السجاد المميز. اربط الصلاة بعادة موجودة في يومك أصلا، زي إنك تصلي مباشرة بعد شرب قهوتك أو بعد الأكل. 5. استراتيجية ادعي الله بالثبات. محدش يقدر يثبت على الصلاة بقوته الشخصية، بس كلنا محتاجين توفيق من ربنا، وعلشان كده لازم تدعي إن ربنا يثبتك على الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيدعي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حاول كل يوم تقول الدعاء ده في سجودك، وصدقني هتشوف الفرق بنفسك، لأن الصلاة مش مجرد عبادة، الصلاة هو العلاقة الحقيقية بينك وبين ربنا، ولو طلبت منه الثبات بصدق مش هيخيب ظنك أبدا. الاستراتيجيات دي لو طبقتها هتلاقي نفسك بتصلي تلقائيا وبدون تردد، وهتحس إن الصلاة بقت جزء منك مش مجرد عادة مؤقتة. لكن في مشكلة تانية، حتى لو عندك خطة للصلاة في عوائق بتوقفك، وهنا هندخل على الجزء الجاي، الجزء الثالث: أقوى عائقين عن الصلاة وإزاي تتغلب عليهم. حتى لو عندك أقوى خطة للثبات على الصلاة، في عائقين كبار بيوقفوا ناس كتير عن الصلاة، ولو اتغلبت عليهم هتلاقي نفسك مستمر بدون أي مجهود. العائق الأول التكاسل والتأجيل. كلنا جربنا الإحساس ده، الأذان بيأذن وتقول لنفسك هصلي بعد 5 دقايق، وبعدها تلاقي الوقت ضاع والصلاة خرجت. الحل قاعدة ال5 ثواني اللي قلنا عليها. العائق الثاني الذنوب والشعور بالذنب. في ناس بتقول أنا مش حاسس إني قريب من ربنا فليه أصلي، أو أنا بعمل الذنب الفلاني فليه أصلي، الصلاة أكيد مش هتتقبل مني. الحقيقة غير كده، الصلاة هي اللي هتساعدك تتخلص من الذنوب مش العكس. ربنا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حتى لو كنت في أسوأ حالاتك الصلاة هي الحل مش المشكلة. ما تفكرش إنك لازم تكون مثالي عشان تصلي، ربنا بيحب إنك تجيله حتى لو مليان تقصير، لأن الصلاة مش للناس المثاليين وبس، الصلاة للناس اللي عايزين يكونوا أفضل. دلوقتي عرفت إزاي تتخلص من العوائق اللي بتوقفك عن الصلاة، وعرفت إزاي تخليها جزء منك، لكن عندي لك المفاجأة اللي وعدتك بيها، ودي هتكون أقوى خطوة في رحلتك للثبات على الصلاة: كتيب دليلك للصلاة. عشان أساعدك تثبت على الصلاة وتبني علاقة قوية بيها، جمعت لك كل الأسرار والخطوات العملية في كتيب خاص اسمه دليل الصلاة. في تدريبات وتمارين عملية واستراتيجيات هتساعدك تحافظ على صلاتك مهما كانت ظروفك. هتعرف ازاي تبني روتين قوي للصلاة بدون تذبذب. هيكون معاك دليل يومي يثبتك على الصلاة وخطوة بخطوة. وعشان انت استنيت معايا لحد النقطة دي في الفيديو، هتلاقي كوبون خاص لتحميل الكتيب بسعر مخفض لفترة محدودة. التفاصيل كلها هتكون موجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو. لو عايز فعلا تثبت على الصلاة وتغير علاقتك بيها، ما تفوتش الفرصة دي منك، وابدأ من النهاردة. كده انت فهمت ليه في ناس بتثبت على الصلاة وناس بتفضل متذبذبة فيها. عرفت أسرار كتيرة تخليك ملتزم بدون مجهود. لكن في حاجة أخيرة، الثبات على الصلاة محتاج قوة إرادة وانضباط ذاتي، وده اللي هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي. هنتكلم عن إزاي تبني قوة الإرادة والانضباط الذاتي، وإزاي تلتزم بأي عادة مهمة في حياتك. اضغط على الفيديو اللي ظهر قدامك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، لأن اللي جاي أقوى وأجمد. أنا مستنيك في الفيديو اللي جاي، يلا بينا علشان أنا وإنت في التوب في العالي.